في الدقهلية وعلى مسافة مئات الكيلومترات من القاهرة موجود شاب هنا يا جماعة عمل العربية دي على ايده، قعد فيها سنة ونص عشان يوصل للمشهد اللي انتوا شايفينه ده. العربية دي مش عربية بلاستيك، دي عربية حقيقية وبتدور كمان. العربية دي طلعها بايده وسماها كيمل يعني مصر. عمل بيها قلبان كبير جدا على السوشيال ميديا لانه صممها فوق سطح بيته عشان يثبت للناس ان هو بيعمل كل حاجة فيها بايده. عربية الأحلام، عربية الناس كلها فاكراها إنها عربية مش حقيقية لكنها عربية حقيقية 100%. هينزلها إزاي من على السطح هنا؟ وأنا جاي عشان خاطر أجيب لكم الغرائبيات يا جدعان من الآخر يعني. يا عصام اتفضل. هو مش دارس هندسة ولكنه موهوب جدا يعني. بفضل الله ونعم بالله. فكك لنا كده العربية دي وفهمها لنا. العربيه دي جبت الاول حديد، عملت شاسيه، ظبطت ابعاد، ظبطت زوايا، قفلت عفش على ايدي، مش شاريها، صانع العفشه برضو على ايدي اللي هي نظام التعليق. تمام. قفلت الموتور اختبارات كامله الاول قبل ما اعمل اي شغل في البودي. الشاسيه اللي انت عامله تمام. مش اي شاسيه انت بتعمل، يعني بيبقى ليه معايير وابعاد بفضل الله. انا ما كانش معايا ليزر بس انا عامله طبقا للليزر. الموتور بقى اللي بيدور ده اكيد ليه تبريد طبعا. صح؟ طبعا. هتبرده ازاي؟ عامل هنا غرفه مجوفه في وش العربيه، منها تعمل ديناميكا هواء محترمه للعربيه تثبت ثابته وهي على الطريق، وفي نفس الوقت الهواء بيتحول مساره من وش العربيه بيرجع ورا مع رادياتير تبريد العربيه من ورا. بس ده برضو اكيد غير كافي ان هو يبرد الموتور. هل لا، في الموتور طبعا في رادياتير وفي نظام تبريد كامل. انت لو صورت حضرتك الموتور هتلاقي نظام التبريد كامل باين. يعني دي غرف التبريد اللي بتروح على الموتور. دي بتدخل هواء والعربيه ماشيه. هي حاجتين. ان الهواء ما يبقاش فيه احتكاك خالص في وش العربيه عشان العربيه الموتور ورا. ما يبقاش فيه حمل خفيف خالص من قدام والحمل يبقى ورا، فلازم العربيه تبقى مظبوطه. فالهواء اللي بيخش بيعمل ثبات ديناميكي للعربيه، يثبتها اولا من تحت. حلو. والهواء بعد ما بيثبت العربيه بيتصرف يروح فين؟ بيطلع على اجنحه من هنا واجنحه من اليمه الثانيه من جنب العربيه. يمشي في مسار جنب العربيه يخش لمراحل التبريد جوه الرادياتير. انت هتنزل العربيه الضخمه دي ازاي من هنا؟ قبل ما اقول لك هتنزلها ازاي، اتمنى ان انت موجود بالبرنامج بتاع حضرتك، تبقى موجود يوم نزولها، لان يوم نزولها ان شاء الله هيبقى يوم بالنسبه لنا يوم تاريخي، بالنسبه لناس كتير هيبقى يوم كويس. انا اوعدك ان انت لما تتصل بيا تقول لي انها انت هتنزلها هجيلك. الطريقه هيجي ونش ان شاء الله، اتفقت مع ونش ضخم هيدخل هيشيل العربيه على شاسيهات ويشيل العربيه ينزلها الشارع. ينزلها الشارع. تمام. العربيه اول ما تنزل الشارع هتحتاج انك انت تعمل لها ورق، فالورق ده هيحتاج معايير سلامه وامان. تمام. انت هتعمل ايه؟ اتمنى ان انا يبقى في موجود مستثمر معايا. لازم بنصنع من العربيه دي 3 استنباط، 3 موديلات عشان تدخل في اختبارات التصادم. نجحت في اختبارات التصادم نبتدي ان شاء الله نصنع ونصدر للخارج وللداخل. لكن دي مش هيتعمل لها ورق تمشي بيها في الشارع؟ لا، انا عامل دي ديزاين علشان اقدر اقول للناس انا اقدر اعمل. صرفت قد ايه عليها؟ لا، في المصرفه دايما اول تصميم بيبقى مكلف. لان انت يعني قد ايه؟ لا، يمكن داخل على الواحد المقفول مليون. ايوه. يعني صرفت على دي مليون جنيه عشان تطلعها. في كتير ممكن هيقول لي طب ما كنت جبت عربيه بمليون جنيه كويسه. انا مش هدفي سواقه، انا هدفي تصنيع، والتصنيع مش هيجي من فراغ. طب دور عربيه كده ورانا. طبعا انت لو اديتها غير هناخد انا وانت العربيه ونجري شط في الشارع ونجري غطس كده في الهواء. طلع النبي. سامعين صوت الموتور؟ سامعينه معايا؟ ادي كده. الصوت دون نفس صوت اللامبورجيني بالظبط. دي بنزين صح؟ بنزين. طب بقى اقفل كده، خليك زي ما انت في العربيه بقى. انت قلت لي دي مصنوعه من ايه؟ دي اجزاء كتير. تمام. الاف الزجاج. اللي هي مش الاف كربون حاجه والاف الزجاج حاجه. يعني العربيه دي مش معموله من الصاج؟ لا، العربيه دي شاسيه حديد
تمام. والهيكل الخارجي ايوه الهيكل الياف كربون والياف الزجاج. طب دي مش يعني الحاجات دي مش سهل جدا انها تتكسر، او لو في اي اقول لحضرتك على حاجه، مطب او حاجه تصادميه اعلى ماركات في العالم دلوقتي ما بقتش تتجه للصلب. الالياف الكربون. معظم طبعا في التصنيع الفعلي هنبقى كلها الياف كربون، كلها بس كمان مكلف، فمش عامله في اجزاء كتير، في الاجزاء القويه بس اللي هي تستحمل التصادم. والالياف الزجاج نفسها اقوى من الصاج. بس طبعا الموضوع مش موضوع قوه، موضوع ان لا قدر الله في تصادم، بيبقى في نقطه تصادم في الاول اجباري لازم انها تتكسر، لانها لو ما اتكسرتش هترجع على جسم الانسان. فالخبطه الديزاين نفسه لازم هو اللي يمتص الصدمه، ما يبقاش صلب. لازم ان هو ياخد نص الصدمه على ما توصل للانسان تبقى ضعيفه. طب لو الديزاين كله حديد قوي الصدمه ترد في جسم الانسان تعمله نزيف داخلي. فتصميم اي عربيه في الدنيا لازم يمتص الصدمه بالتدريجي. يعني انت موصل الموتور ده ل 1600 مش فارق معايا الفلوس قد ما فارق معايا الاهم من الفلوس. تعبت. في حد كلمك في ناس كلمتني من السعوديه ومن الامارات، بس للاسف انا مشتت لان في كذا عرض جالي، فانا بدور ان انا اسم بلدي يبقى هو على اسم عربيه، ده حلمي. لو هصنعها في المريخ بس لازم اسم بلدي عليها. والله احييك، ربنا يكرمك. احييك يا حبيبي. يعني لسه برضو الموضوع محتاج له حاجات كتير جدا عشان توصل للعالميه. الراجل ده فعلا موهبه تستحق الاحترام، والحلم ما بيدوبش.